طب بالله عليك لو انت مكاني هتقول ايه؟ لو اي حد مكاني هيقول ايه؟ يعني رجعنا ننقط، نرجع للخلف. والله مش عارف يعني بجد. الحاجات بتبقى سهله والكوره مش كيمياء، بس احنا كاهلاويه الموسم ده عايزينها كيمياء وفيزياء وماث واللي انت عايزه كله بقى تعمله يعني بجد. مباراه ولا اسوأ طبعا. عندي اسئله، انا مش عارف اتكلم في ايه يعني، بس انا عندي اسئله. هو ايه كميه الميس باص اللي كانت بتحصل من لعيبه الاهلي النهارده دي؟ ما حدش يقول لي الملعب، عشان انت بتلعب على ملاعب دي كتير وبتلعب في الملاعب دي في افريقيا وفي مصر كتير. بس بجد هو يعني ده ليه؟ يعني ده ايه؟ يا دماغي. طيب خلينا نقول كده سؤال في الاول خالص، هو لماذا يلعب طاهر محمد طاهر كرة القدم؟ يعني اللايف اللي فات قلت لكم في لعيبه لازم تمشي من الاهلي وكفايه عليها كده، وكان طاهر جوه الليسته دي. هو لماذا يلعب طاهر محمد طاهر كرة القدم بجد؟ انه لا يسجل ولا يصنع ولا يقطع ولا يركض ولا بيراوغ ولا بيرقص ولا بيعمل اي حاجه خالص. لعيب انضم للاهلي في 2020، لعب تقريبا فوق ال 180 مباراه تقريبا، سجل 15 هدف وصنع زيهم. دي ارقام، مش بتريق يعني، دي ارقام. فلماذا يلعب طاهر محمد طاهر كرة القدم؟ وازاي بقى يعني بجد؟ يعني انا جايب مدرب عالمي اجنبي ما اعرفش منين بياخد بالدولار، عنده جراديشار قاعد بره، ويقوم بادئ المباراه بطاهر محمد طاهر اللي هو لا مركزه اصلا ولا فكرته ولا عدلته ولا دنيته ولا اي حاجه. فانت بتلعب بطاهر محمد طاهر على حساب جراديشار، تمام؟ عشان يعمل ايه؟ فلماذا يلعب طاهر محمد طاهر كرة القدم؟ بص والله انا سالت شات جي بي تي عم المجال كله السؤال ده. انت متخيل؟ ما هو انا مش لاقي اجابه. فسالت شات جي بي تي كده والماتش شغال، هو لماذا يلعب طاهر محمد طاهر كرة القدم؟ انا مش بشايل طاهر الماتش، بس دي حته كده. فالراجل بقى بتاع شات جي بي تي بقى 0.5 الابجريدد المدفوع، قال لك انه يلعب كرة القدم لانه شاب قوي، تمام؟ ولان كرة القدم هوايته المفضله، ولانه مش عارف بيأمن مستقبله واستثماره، ولان جمهور الاهلي بيعتبره منطويا. انا هبعت لكم سكرين شوت من الاجابه بتاعت شات جي بي تي. فيعني ما اعرفش والله مين العين اللي مخليها طاهر محمد طاهر ده قاعد معانا في الاهلي مأنسنا لحد دلوقتي، وايه وظيفته. والله العظيم انا لو مدرب في الاهلي وطاهر ده عندي في السكواد، انا افكر اطوره العبه باك مساك كده سخيف رخم، لكن قدام ده ما فيش حاجه خالص يعني. ثم ياتي بعدها بقى الكابتن شنو محمد الشناوي. انت طالع ليه يا شنو؟ يا شنو انت طالع ليه؟ طب ليه طالع يا شنو؟ طب يا شناوي طلعت ليه؟ طب طلعت ما فردتش ايدك ليه يا شنو؟ حارس المرمى لما بيطلع من الحته اللي فوق مش من الحته اللي تحت. يا كابتن النادي الاهلي، يا جول مصر الاول، يا كابتن منتخب مصر، يا احسن حارس في افريقيا، يا يعني اقول ايه يعني؟ اقول ايه؟ في الدقيقه 11 بتروجيت بيجيب فيه الجون، بيركب الماتش. وبصراحه تحيه لعيبه بتروجيت، وتحيه للراجل المدرب بتاعهم كابتن سيد عيد، على الرغم ان بتروجيت عمل مباراه عنيفه جدا جدا، بس هو في الاخر وصل للي هو عايزه. دي امكانياته، هو لعب على قد امكانياته وقدر يوصل معاك ان هو ياخد منك بونت، وكان كسبانك الشوط الاول يعني. لكن تتخيل ان فرقه المليار طلع الشوط الاول خسران 1-0. ثم يبدا الشوط الثاني ومستر يستروب مصمم على طاهر محمد طاهر، بيعمل اول تغيير في الدقيقه 65، بينزل جراديشار بينزل، ربنا بيكرمه بيجيب جول. وضيع واحده ثانيه انا مش عارف ليه بصراحه، يعني الثانيه اللي ضيعها جراديشار دي انا مش عارف ازاي. انت رقصت الجون يا جراديشار خلاص يعني، طلعت الجون بره اللعبه. ما اعرفش ليه تردد، وما اعرفش ليه عملها، وما اعرفش راحت ليه القفشه. فقفشه ما اعرفش عمل حاجه غريبه جدا يعني، عمل عرضيه لبره ما اعرفش ليه. حاله لا يرثى لها بصراحه، الاهلي في حاله لا يرثى لها يعني. هو موسم باين من اوله.
انت بتفرط في الصداره، بتفرط في نقط، بتنقط، انت بتوسع الفرق بينك وبين بيراميدز اللي متاجل له ماتشات، انت بترجع الزمالك في المنافسه، انت بتضغط على نفسك قبل ما تروح بطوله السوبر وقبل ما تلعب المصري البورسعيدي في المباراه الجايه يعني. ف انا مش عارف والله، كنت كاتب حاجات بس مش الواحد بيطلع ينسى يعني. هقول ايه؟ اصل هتطلع تقول ايه؟ يعني مثلا كنت بقول لك هنا ان مثلا يعني برضه هو طاهر محمد طاهر، مش عارف انا مالي ومال طاهر، انا ليه مركز في طاهر قوي كده؟ تمام. ديانج شكرا. يعني ديانج كل بساطه، هو ديانج مش بيبص، هو ديانج بيشوط الكوره، يعني تحس ان ديانج بيديك طلقه في رجليك، فيعني اللعيب المصري عشان يمتص الكره بتاعت ديانج بتقوم طاوله منه سنه، فاللعيب يتمزق، فتترد علينا ميس باص كتير جدا، تاخيرات غريبه جدا في القرارات، مفيش زياده هجوميه اصلا. تمام. وان كان يعني قطع كور يا جماعه، ما دي وظيفته والله، هو انا جايبه عشان يلعب هاف ديفندر او ديفندر علشان يقطع كور ويفسد الهجمات والدستروي والحاجات اللي ضحكوا بيها علينا دي. لكن انا شايف ان ديانج والله الاهلي عليه ان يسوق ديانج، انا قلت كده المره اللي فاتت. تمام. شكري راجل اجتهد في حدود يعني، بس مش هو الباك بتاع الاهلي. هاني مازال هو الوحيد اللي يمكن بنسبه 70% النهارده واقف على رجله. زيزو الحمد لله يعني عمل مباراه، اكتر حاجه عملها النهارده زيزو في الماتش ان جري الملعب بالعرض من الكورنر للكورنر. الاهلي النهارده اتحسب له 17 ضربه ركنيه، ال 17 ضربه ركنيه رفعهم زيزو. خد بالك بقى، اصرار غريب جدا ان انا ادي الضربات الركنيه لواحد بس، ومحدش يقول لي متخصص. 17 ضربه ركنيه من يمين للشمال، زيزو رايح جاي من هنا، تتلعب ركنيه من الناحيه الثانيه، زيزو يعمل سبرنت يروح يلعب ركنيه من الناحيه الثانيه. ده في كده بتاع 3 4 دقائق في الشوط الثاني في 5 ضربات ركنيه جم للاهلي ورا بعض، زيزو والله خد الملعب رايح جاي بعرضه. احساس غريب يعني، مفيش حد تاني بيلعب غير زيزو، مفيش تركه بتتلعب، هي على طول زيزو يلعبها وتحط على ال 18 او تحط على البيلن، كلاسيكيه قوي يعني، مفيش حاجه تاني ممكن تتعمل يعني. سؤال انا مش عارف. فده زيزو. تريزيجيه هي كره العارضه بس الحاجه الوحيده اللي عملها، غير كده وما جاش اصلا. تريزيجيه ما كانش معانا النهارده. تمام. مين تاني؟ بن شرقي نفس القصه، بستلم الكرة كويس، قرار الاخير وحش، النهايات وحشه. ما شفتوش النهارده قوي، كان مقفول عليه مش عارف يخرج من الرقابه. مين تاني؟ بن رمضان ماذا اقول؟ ماذا اقول يا بن رمضان؟ انت لسه قاعد في امريكا، ما جيتش من ساعه ماتش بورتو. بن رمضان لعب كوره حلوه قوي يعني، بيمسك الكوره تحت رجليه حلو قوي، بيتحرك حلو قوي، وكنتروله على الكوره حلو قوي، بس في حاجه ناقصه انا مش عارف هي ايه. هل القوه؟ لا. هل السرعه؟ احتمال. هل مثلا ان انا محتاج ابقى عارف اعمل ايه في الكوره قبل ما تجيلي؟ مش عارف. النهارده باصات كتيره جدا من بن رمضان بتبقى حلوه بس متاخره او صغيره او ضعيفه، او تحس ان في حجله في رجليه غريبه كده. فبن رمضان برضو محتاجين نعرف هو في ايه يعني معلش يعني. نادي بتروجيت النهارده عمل تغييرات كتير، منهم تقريبا 4 افارقه اللي نزلوا. انا ما اعرفش هو الاهلي بيجيب المحترفين منين؟ ما في يا جدعان اهو، ما في ناس جايبه جيتت اهو، عبد الله ديكاتي ده ولا ما اعرفش مين اللي نزل، ولا ما اعرفش الناس اللي نزلت سايكو سيكو ده ولا اسمه ايه؟ ايه الناس دي يا جدعان؟ انت ما بتجيبش الناس دي ليه؟ هو انا ليه لما بروح بشتري ناس عيانه وبجيبها بدفع فلوس كتير، فليه يعني؟ ما انت جايب، ما بتروجيت اهو النادي اللي خسران مش عارف 3 ماتشات وكسبان ماتشين ولا ما اعرفش عامل ايه، جايب لعيبه اهي يعني. ما اعرفش، سؤال غريب جدا. ففي حاجه غلط، في حاجه في التركيبه غلط. بعدين سبحان الله بقى تيجي بعد كده بص هنعمل تغييرات، يلا بقى ننزل قفشه، فاهم؟ فقفشه ينزل هو اصلا مش عارف هو بيعمل ايه ولا عايز ايه ولا المطلوب منه. طب ما هو دور محمد علي بن رمضان في الملعب وقفشه، طب قفشه انت هتجيبه في وسط الملعب عشان يبقى البلاي ميكر بتاع الاهلي طبعا، وهتودي بن رمضان يمين يا جدعان؟ بن رمضان شمال مش يمين، لا خليه بس يمين. في الاخر بقى بعد مثلا ربع ساعه كده، في الاخر اخر ربع ساعه في الماتش بالوقت الضايع، هرجله بقى، هرجله. كنت هتلبس جونين، كنت هتلبس جونين محترمين في الاخر يعني، كنت هتخرج النهارده يعني بص حالتك وحشه قوي يعني. كان مش تبقى خسران 3 نقط وتبقى ايه ليله كبيره قوي يعني، وتنزل في المنطقه الدافئه. لكن في اخر ربع ساعه هرجله غير طبيعيه، مفيش انضباط خالص، كله بقى طالع بالكوره، كله ميس باص، كل واحد بيجيله الكوره ما اعرفش بيعمل ايه، تترد. الواد راح جري في 4-2 في الاخر، يا دوب عمر كمال دخل حلقه شويه بقت 4-3، الفيرود بتاعهم حطها فوق الجول. فغريبه جدا، في حاجه غلط.
وانا مش عارف يعني، مش عايز اتكلم فني، والله كنت كاتب ورقه اهو كاتب فيها حاجات وبتاع، بس اصل هقول فيها ايه يعني؟ ما فيش حاجه تتقال يعني، ما فيش حاجه. هقول ايه؟ هقول ان يا جماعه النهارده لا في حاجه مهمه جدا بصراحه. النهارده صفقه نادي الزمالك حامد حمدان يا جدعان جامد قوي. الاهلي كان بيلعب حامد حمدان تقريبا 60% من المباراه، حامد حمدان بيقطع كل الكور، حامد حمدان هو اللي جايب الجول، حامد حمدان بيجري، حامد حمدان بيباصي، حامد حمدان بيشوط، حامد حمدان ما شاء الله عليه، الراجل ما شاء الله عليه لعيب كويس جدا على فكره يعني. فدي احب اطمن جماهير نادي الزمالك واداره نادي الزمالك، اتعاقدوا مع حامد حمدان، لعيب مكسب والله العظيم، والله العظيم لعيب مكسب جدا يعني. تمام. ما انا مش عارف هقول ايه تاني، ما فيش. وتوفيق محمد بتاع بتروجيت برده الباك الشمال لعيب كويس، بس ده ان شاء الله يشرف في القلعه الحمراء السنه الجايه، عشان هو احتياطي ليه عمر كمال بقى، ويقعد احتياطي لكريم فؤاد والناس الحلوه دي. بصراحه حاجه سيئه جدا، مباراه سيئه قوي قوي قوي، منطلقها على بطوله السوبر. يبقى سيراميكا كليوباترا اللي انت هتلعبه في السوبر هو المتصدر، وفي الاخر ما حدش يقول لي بقى المدرب لسه ما خدش على الفرقه. لا خلاص بقى يا عم، انت ده رابع ماتش، هو انا هستناك ايه 5 شهور يعني عشان تاخد على الفرقه؟ انا مش شايف يعني بصمه، مش متفائل بصراحه، ولكن عندي يعني امل ان السوبر الدنيا اللعيبه تكون عملت ريفريش كده وتخش من جديد. بس مباراه ولا اسوء يعني، كاهلاويه وكنادي اهلي وكلعيبه تطلعوا النهارده يعني ايه، تحمدوا ربنا انتوا ما خسرتوش الثلاث ماتشات، كان هيبقى شكلكم وحش قوي قوي قوي، وانتوا شكلكم وحش قوي قوي قوي، والجماهير مش راضيه، والجماهير اللي كانت في الاستاد او اللي قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون هم بيشجعوا الاهلي عشان احنا بنشجع الاهلي، فاهم؟ فاحنا لكن رضا لا، مش راضيين. الناس اللي كانت بتقول هنجيب جون في اخر ثانيه، ما اعرفش كميه كور ضاعت غريبه جدا. وتاني للمره الثانيه يا جماعه على التوالي، والله للمره الثانيه على التوالي، هو ليه ما فيش لعيب في الاهلي بيفكر يشوط من بره ال 18 باستثناء كابتن محمود تريزيجيه؟ محدش يقول له عشان محمود تريزيجيه بيلعب ار 2 بس شوتش من بره. ما فيش بقى لعيب في الاهلي يشوط من بره ال 18 ليه؟ الفاولات كلها زيزو بيلعبها، تتلعب على البلين. هو ليه يا جماعه؟ ما ده زيزو بتاع الزمالك اللي كان بيحطها من ورا الحيطه ومش ما فيش. طيب ما حدش بيشوط، ما زيزو كان بيشوط في الزمالك برده، ما بيشوطش عندنا. طب ما بن رمضان كنت بتشوط، الشوطه اللي جات له شاطها 2 سم كده بسيطه قوي ضعيفه، راحت للراجل المحترم. الجون اللي عمل النهارده ماتش ادى درس للشناوي في الشوط الثاني، عمر صلاح ده بتاع حارس مرمى بتروجيت، ادى درس للشناوي في كام كوره طلع يا باشا، طالع واخد الكوره مش طالع. يعني ما علينا عشان ما نطولش عليكم. الاهلي بينقط، الاهلي بيرجع للخلف، بس هي يعني في الحقيقه دي عداله ربنا يعني. بتروجيت عمل مباراه عليك حتى لو دفاعيه، وعمل مباراه عليك خرج بيها يعني باللي هو عايزه. تحكيم، لا ما هو التحكيم مش عارف، هو يعني الراجل ادى انذارات كتير قوي، ده انا مش عارف كام انذار والله، اي حد معدي بياخد انذار عنده. وحته الفار انا ما اعرفش هو الفار كان بيعترض على ايه يعني، عشان بس لو حد اتكلم الكره، محمد علي بن رمضان هو ناطط، مش ساند عليه بايده ولا حاطط دماغه على الراجل، ناطط وده من حقه، والقانون يكفل له ان هو يعمل الجامب ده ويوجه الكره بدماغه. لعيب بتروجيت بقى نط ما نطش ده حواره هو. الكره مش اوف سايد لان محمد هاني لعبها اللي كله متغطي، فمش اوف سايد. فما اعرفش الحكم خد 4 دقايق يراجع ايه. انت لو بتراجع يا باشمهندس يعني الماجستير مش هتاخد 4 دقايق، مش هتاخد 4 دقايق عشان تقعد تراجع يعني، ما اعرفش انت بتراجع ايه، بس ما علينا يعني. بس سوفار التحكيم ملوش علاقه قوي يعني، انت ما جاتلكش مثلا حاجه اقول لك بيلن ولا شك في ضربه جزاء ولا حاجه، ما هي صحيح، او اي لعبه كده عليها جدال اقول لك ان انت مثلا تتحسب لك والحكم تغاضى عنها، لا ما فيهاش حاجه خالص. فده يا جماعه ده مستوى التحكيم في مصر. انا قلت زمان مستوى التحكيم في مصر، الحكام مش ذمتها ضيقه ولا واسعه، الحكام فنياتها ضعيفه، هي دي الفكره كلها، فنياتهم ضعيفه. تمام. ففي الاخر يعني خلاص ماتش واتقفل، يوم والاهلاويه اتنكد عليهم، وهنشوف بقى اللي جاي عامل ازاي. ويعني ايه، خلينا بس نتفرج كده، بس ايه، خلينا نضيف واحد جنب اللي انا قلت ان هم يمشوا كمان، محمد مجدي قفشه. يعني انا قلت طاهر محمد طاهر وعمر كمال وديانج، مش فاكر والله قلت قفشه ولا لا، بس محمد مجدي قفشه ايه يروح معاهم يعني. تمام. والشناوي والله بجد نصيحه، الشناوي 37 سنه، الشناوي 37 سنه، ربنا اديله الصحه يعني ويحميه. بس انت لو بتبني لقدام فانت محتاج بقى تشوف الراجل اللي انت جايبه اللي اسمه سيحه ده، تشوف الراجل اللي انت مقعده عامل زي ابوه مصطفى شوبير، هيفضل قاعد على الدكه لحد ما يتم 30 سنه هو كمان يعني. كفايه بقى والله بجد كفايه يعني. تمام. يلا عشان ايه نشوف ورانا ايه، والواحد وراه حاجات عايز يعملها، وانتوا كده وراكم حاجات عايزين تعملوها وزهقانين. تصبحوا على خير.